مساء الجمعة في الضاحية الجنوبية، اجتماع سري لقادة حزب الله في مقرهم المحصن تحت الأرض. أعين إسرائيل في السماء تراقب الموقع، فقرار تل أبيب بالاغتيال اتخذ الاثنين الماضي، واليوم هو التنفيذ. المعلومات التي تصل إلى إسرائيل تفيد بأن من بين الحضور حسن نصر الله، ونصر الله كان في الموعد. الهدف رصد. دخل الرجل إلى المجمع المكون من 6 مبان، ولا تدري إسرائيل في أي تحصين سيجري الاجتماع، تحت الأرض أم فوقه. لكن المؤكد أنه موجود في هذه الرقعة برفقة قادة آخرين. 6 مساء بتوقيت بيروت تقريبا، زلزال يهز الضاحية الجنوبية. 80 قنبلة من نوع MK84 أسقطت من السماء عبر طائرات F-15I، والمباني باتت وكأنها لم تكن.